مش جاي يخدم محمد صلاح وجاي يخدم منتخب مصر، بس اللي حصل انه خدم الصوره خدم الناحيتين اللي عايزها الجمهور المصري من محمد صلاح. هو محمد صلاح نفس محمد صلاح، ما فرقتش في حاجه كبيره. طبعا فرقت على مستوى القياده في الحدث الكبير وهنتكلم عنها، بس احنا هنا بنتكلم على الجزء الرئيسي اللي في الموضوع، الجزء اللي هو التكتيك بتاع محمد صلاح. محمد صلاح طول الوقت بيتقارن بساديو ماني، وطول الوقت كان عندي نظرية مرتبطة بأن ساديو ماني بيلعب دور محوري أكتر من محمد صلاح في المنتخب بتاعه. ليه بقى؟ تعال نحسبها كده. الكرة فيها بنى لعب وتحكم واستحواذ وصناعة فرص وتسجيل، دول ال5 مراحل بتوع الهجمة، صح كده؟ ال5 رحلات. محمد صلاح موجود في صناعة اللعب والتسجيل بس طول حياته. ده الراجل الوينج اللي واقف قدام ما بيرجعش حتى يدافع، عايز الكرة تجيله بصي لصلاح، اعمل اللي انت عايزه ورا، ما يخصنيش بقى كل مراحل اللعب بتاعتك، بس لما نيجي نحط على الجول نعمل ايه؟ بصي لصلاح. صلاح كان بيسجل ولا لا؟ هو اهم مهاجم في تاريخ الكرة المصرية على مستوى الاهداف، صح؟ بعد حسام حسن دلوقتي طبعا. ولا مش انت تقريبا وصل جون ولا جونين حاجه كده يعني. فاحنا هنا ان شاء الله يعني اكيد هيتكسر بالمنظر ده. فبالتالي احنا هنا بنتكلم على ان الراجل اتطلب منه حاجه، الراجل شاطر في حاجه، الراجل نفذ الحاجه. بس انت مش عايز كده من محمد صلاح، انت عايزه يطير. انت ايوه، انت حاطط في دماغك ان ده السوبر هيرو، ده اللي انا عايزه يطير. يعني ايه يطير؟ يعني انا ما ينفعش اشوفك مرتين في الماتش حتى لو هتجيب الجونين، يعني فاهم؟ انا عايزك طول الماتش في الكادر. انا مستني محمد صلاح ده يحل لي مشاكلي في البيت، مش يحل لي مشاكلي في الملعب، يحل مشاكل الكره المصريه، يحل لي مشاكلي في كل حاجه في الملعب. فانا بالتالي نظرتي لمحمد صلاح مش الراجل اللي هيروح على الجول مرتين هيجيب واحده ويضيع واحده، مش اللي هيروح 3 مرات على الجول هيجيب واحده ويضيع، حتى لو جاب 2 وضيع واحده. بدليل ان ده اللي كان حاصل في كاس محمد صلاح جايب لك الاجوان كلها المؤثره وانت خارج مش راضي، وعمال تقول له ساديو ماني جنبك، ساديو ماني جنبك، ساديو ماني جنبك. طيب ساديو ماني بقى في ال5 مراحل بتوع اللعب، بتوع التحكم، بنى تحكم، استحواذ، صناعه وتسجيل، مشارك في كام واحده من دول؟ لما الفرقه بتبقى فيها تكتل بينزل يساعد في التحكم، لما لانه بيلعب بلاي ميكر صح، مش بيلعب فيرود، فبتكون النتيجه انه مشارك في ال5 لقطات، فطالع دايما في الكادر، فانت مستفز، حاسس ان منتخب السنغال دايما بيكسب مصر وساديو ماني جامد في الملعب، فانت حاسس انك شايف ساديو ماني كتير، مش شايف صلاح، برغم ان انت النظريه ان صلاح اعلى من ساديو ماني كتير. طب انا ليه شايف ساديو ماني كتير؟ حلو التفسير ده. طيب اول مره اركز فيه كده على فكره. جه بقى حسام حسن وقام حطه في وسط الملعب، بقى البلاي ميكر بتاع منتخب مصر. بقت لما الكرة بتتلعب عاليه اللي بيجيب لك التحكم محمد صلاح، لان هو اللي بيقف بظهره على الكرة علشان خاطر يكسب وقت. كسب 4 فاولات من الارجنتين في اول 3 ساعة. انت بمنتهى البساطه كده لو اديت الكرة لصلاح او اديت الكرة لحد ده ممكن يخسر الكرة. صلاح الكرة تحت رجله ما بتتقطعش، صح، حتى هياخد بيها فاول، لو اتقطعت هياخد بيها فاول. فالمرحله بتاعه التحكم تمام. المرحله بتاعه الاستحواذ الراجل بقى بلاي ميكر، بقت بتدي له الكوره يقوم داخل بيها قلب الملعب، مبصي مع امام عاشور، مستلم الكوره من امام عاشور، مبصيها من اللي جنبه. فانت بقيت حاسس ان انا شايف صلاح، انا شايف صلاح، انا شايف صلاح. الراجل في صناعه الفرص قام مديك هديتين وستيك، واحده اتحسبت والثانيه لا، 10 على 10 بتوع زيكو. منهم واحده حاططها لزيكو، الجول بتاع انخيل دي ماريا ده، الكوره بتاعت ماتش الارجنتين شبه الجول بتاع الارجنتين في فرنسا. الكوره هو حاططها في المساحه اللي المفروض زيكو يجري فيها، مش في المكان اللي زيكو واقف فيه. زيكو لسه يا دوبك هيضرب السبرنت، بس هو حاططها له اللي هو روح هنا. الكرة بتاعت امام عاشور هو ما حطهاش لامام عاشور في الحته اللي المفروض امام عاشور واقف فيها، وحطها في الحته اللي امام عاشور اللي المفروض امام يروح فيها. فانت صانع لعب جامد، انت محمد صلاح. وفي التسجيل قام مسجل الجول بتاع زيكو اللي هو طق طق طق، جول حلو قوي، وجول عالمي. شفت محمد صلاح في الملعب كم مره؟ لا كتير. فانت حسيت ايه؟ ايوه هو ده اللي انا عايزه. محمد صلاح فارق، واقف على رجله. ما هي دي، هو طول عمره واقف على رجله، بس احنا ما كناش فعلا حاسينها. بس احنا مش حاسينها لان انت بتلعب كرة دفاعية وبتروح على الجول مرتين، وهو مش بيشارك غير في المروح على الجول مرتين، يجيب واحدة ويضيع واحدة. فانت بالنسبة لك هو ضيع واحدة وجاب واحدة في مشهدين بس في الماتش. حسام حسن قدمه 40 مشهد في الماتش، فانت بقيت حاسس انه بيحل لك حياتك. فاهم؟ جامد يا صلاح،
راجل يا صلاح، يا سلام يا صلاح، باصه حلوه يا صلاح، اسيست عظيم يا صلاح، حلو قوي الجول ده يا صلاح. فانت ابتديت تبقى شايف صلاح كتير. فزياده عدد المشاهد ده يشكر عليه حسام حسن، وجوده محمد صلاح خلتنا نقول احنا ما بنعملش كده من الاول ليه؟